كل بني آدم يخطر بباله أن يتكلم في الدين يتكلم. واحد بعت لي برنامج من يومين، الممثل بتاع مسلسل عمرو بن العاص برد عليا وبرد على الشيخ محمد حسان. اللي صاحبي بيقول له الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان اتهموك ان انت عملت كذا وكذا وكذا واتهمت وخليت وسويت. في الواقع انا ما رددت على المسلسل لاني ما رايته، انما انا رددت على الكاتب الحقير الذي وصف الصحابه بكلب وحمار. خلاص؟ كما لعلكم تذكرون هذا الدرس اللي انا اتكلمت فيه. فيكون الرد بتاعه ايه؟ يقول والله انا لما حبيت امثل الدور ده هو جبت الكتب وقعدت اقرا، لقيت ان الكلام المنسوب لعمرو بن العاص صحيح، وانت اللي نايم في احضان النساء بقالك 40 سنه تتمرد جوان، ايش فهمك في الكتب تدخل فيها ليه؟ ده مش شغلك. قال لك ما هو اصل المسلسل مر على لجنة من العلماء واقروه. اي مسلسل ديني لابد يمر على لجنة من العلماء ويقروه، وبعدين بعد ما يقروه انا بمثل بقى، يعني هو بياخد على الجاز. انا بقول بالفم المليان وعيني وسع كده اهو، ولا واحد من هؤلاء الذين قرأوا السيناريو يعرف شيئا في علم الحديث ولا يعرف كيف ينقل الخبر ولا يعرف شروط الحديث الخمسة علشان يطبقها على اي خبر. تمام؟ اذا اضفنا الى ذلك ان اخبار التاريخ تختلف عن السنة والسيرة. اخبار التاريخ بتتاخد من افواه اي متكلم كان، ان شاء الله يكون ابو لمع، طالما بيتكلم في الحدث انا هاخد كلامه. طب ايه اللي يعرفني بقى ابو لمعة من خواجه بيجو؟ قال لك الاسناد. اقول له شوف بقى مين اللي حدثني فلان عن فلان عن فلان، او اقول له استنى بقى اما نشوف الرجال اللي نقل كلامه. فلان الفلاني ما درجته من الثقة الضبط والاتقان؟ ابص في الكتب واشوف العلماء قالوا عليه ثقة سد ودرجة فاضل وكويس ومش عارف كده، خلاص قفز القنطرة. اللي بعديه اجيبه قفز القنطرة، نفضل نقفز القنطرة لحد ما نعدي البحر. خلاص طلع بقى واحد كذاب في اصل وشه، واحد حرامي وواحد لص وواحد بتاع الكلام ده، يبقى يترد كلام. فقال لك كتب التاريخ النقل منها ينبغي ان تكون حذرا وانت تنقل من كتب التاريخ. ليه؟ قال لك لان مش اللي رووا التاريخ علماء افاضل. حصلت معركة مجزرة زي ما حصل مثلا في موقعة الجمل والكلام. هي الخصومات مش بتحمل البني ادم على ان يفتري او على الاقل يفهم غلط. لو كان رجل رقيا ورعا هيفهم غلط. ليه خصومة؟ انا عندي خلاص هنفجر من خصمي، ايه اللي ممكن اتصوره عن خصمي؟ واخد بالك؟ يعني مثلا بيني وبين واحد خصوم، بصيت له كده، انت بتبرالي؟ انا ما برأتش ولا عملت حاجه، انا فتح عيني خلاص هغمض. لا مش معبرني، ونشتغل بقى في الموضوع. ليه؟ لان انا خصم. ايه المتصور؟ رجل خصم لاخر نقل ووقع هما الاثنين مختصمين فيها، مش ممكن يبقى فيه زياده وفي نقصان وفي غلط وفي افتراء كمان. يبقى احداث التاريخ كلها انا عشان انقلها ابص في الاسناد. طب حد حفظ لنا التاريخ بالاسناد؟ ايوه، ابن جرير الطبري رحمه الله له تاريخ طبري، تاريخ الامم والملوك، نقل كل الكلام ده بالاسانيد. فانا لما الاقي خصومات وعالم بيشتموا ببعض ويفتروا على بعض، هم اقول يا جماعه عشان اكون منصف انا هجيب الوقائع من تاريخ المسند كتفسير الطبري او تفسير البلازري او بتاع كتاب البلازري في انساب الاشراف او طبقات ابن سعد مثلا نقل بعض الوقائع والكلام ده، او اي كتاب المسند نقل مثل الوقائع، وامسك الايه؟ امسك الاسانيد وامحص هذه الاسانيد واتكلم. بعد ما اغربل الكلام ده هو اقوم انا ايه لك اقول لك موقف الصحابه من الفتنه كان كذا وكذا وكذا. فواحد عادي جدا ما يفهمش اي حاجه كتب سيناريو، نقى من الكتب اللي يعجبه
واللي جاء على مخه ونفوخه بلا اي رابط علمي يرجع اليه. وفي الغالب اللي بيكتب السنوات دي ما يعرفش قدر الصحابة ولا يعرف بنات الصحابة، ولا هؤلاء الناس افضل البشر بعد الانبياء، فلا ينبغي ان ينسب اليه الا كل فضيلة تتناسب مع فضلها. ولو ورد شيء يكون في نقيص حاول نتول لهم فانهم اشراف، لا نعاملهم معاملة ابناء الناس. هو الحدوتة دي كلها مش عنه، فداخل بقى في كتب التاريخ اللي كلها عقارب وافاعي وحيات، وعمال ينقي بقى كحاطب اليه. بعد ما كتب السيناريو عرضوا على عويل، بص فيه وقال لا دي ما فيهاش حاجه، لا نحذف ديت عشان دي مش ولا بول، نعمل دي. طب لما حذف بايه؟ حذف بما عنده من توقير الصحابه. الحته دي قال لك دي ما تليقش بالصحابه، ما ينفعش دي. خلاص، يبقى اللي نظر بوجهة نظر شرعية في النص أزال كل ما يتصور أنه يمس جيل الصحابة بهذا، ولكن بقي هناك أشياء هو عايز يراجع السيناريو، يروح لتاريخ الطبري يقول لك الطبري ده عالم جليل، والطبري لو لقى ان فيه غلطة في الكلام ده مش ممكن يكتبها، فأكيد الطبري لما أثبت الكلام ده كان يرى صحته، ولا يعرف ان الطبري لم يشترط الصحة أصلا في التاريخ، ولا يعرف ان تلت التاريخ على الاقل رواه الطبري عن اخيه محمد بن حميد رازي، بل يمكن تلت التفسير بتاع الطبري مروي عن محمد بن حميد الرازي. ومحمد بن حميد الرازي هذا اجمع علماء الري اهل بلده على انه كان يكذب. احمد بن حنبل ويحيى بن معين وثقوه، لما جاء من الري نزل بغداد فبكر إليه وسمع منه. طبعا مش كل أحاديث محمد بن حميد ضيع، في أحاديث كويسة، فمحمد بن حميد نقى الأحاديث الجميلة الحلوة، وأحمد بن حنبل واحد قال قاعدين، فقام قايل شوية كده حلوين. فلما خلصوا بقى المجلس، فطبعا العادة ان أي زائر جديد جاي من بلاد بره، جاي عاصمة الخلافة في بغداد، طبيعي يسألوا أحمد بن حنبل واحد معين إذا كانوا قاعدين إيه رأيك في ده، علشان يكتبوا رأي الإمام. خلاص، فالإمام أحمد قال الثقة، أحاديث مستقيمة. وإنت أنا زكريا إيه رأيك في الراجل ده؟ جيد، ثقة. خلاص، ليس بعد أحمد وابن معين للمرء مذهب، الاثنين اتفقوا على توثيق محمد بن حميد الرازي. طب ده ضيف وجاي من بلد بره، وجاي يومك عامل مجلس مجلسين ثلاثة وانتوا حكمتوا عليه بالثقة، طب اما نخطف رجلنا كده ونسأل اهل بلده، فبلدي الرجل اعلم به. فقاموا رايحين لمين؟ لأبي زرعة الرازي، وهو اسمه محمد بن حميد ايه؟ الرازي. خلاص، يبقى هم الاثنين من الري وقاعدين مع بعض لازقين لبعض، واذا جاز ان يتمن لابن معين مش هيعرف يتجمل لابن ابي زرعة، لان احنا قاعدين مع بعض على طول، زي الراجل والست في الخطوبة والبتاع ده، راجل اخر حلاوة وشيك وجميل ومش عارف ايه والكلام، ومثل دور بقى الولد. بعد ما اتجوزه هيمثل ايه بقى ده؟ ما يعرفش يمثل، هيمثل اول شهر عشان هو شهر العسل هيمثله، طب تاني شهر وثالث شهر وثالث سنة و10 سنة، تشوف بقى الاخلاق الذميمة بتاعته. اذا بهذا الوديع مش عارف يتحول الى وحش كاسر، بعد ما كان عمال يغازلها في فترة الخطوبة وفي فترة كتب الكتاب اصابه الخرس الزوجي، ما عادش لا بيتكلم ولا بتاع ولا بيسمعها كلمتين ولا الحدوته دي. مين اللي كشفه؟ طول المقام هذه مع بعض عظيم، فمش هيتجملوا لبعض. فمحمد بن حميد الرازي راجل قاعد في الري وابو زرعة قاعد في الري، يتجمل لابن معين انا قاعد اسبوع وماشي، لكن في الري ما يعرفش يتجمل. سئل ابو زرعة الرازي، وابو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم ده كان ورعا في كلامه على الرجال. الذهبي يقول يعجبني كلام ابي زرعة في الرجال يبين عليه الورع والمخبرة، ما تتكلمش اللي اذا كان يعني عارفه 100. قيل لأبي زرعة
محمد بن حميد الرازي ما تقول فيه؟ تعرف عمل ايه؟ عمل كده. طب دين على ايه؟ يكذب. هذه اشاره ما يعرفهاش الناس المشاهدين بالحديث. ها؟ لما سالوه ما تقول فيه قال فاشار الى لسانه. خلاص. في حاجات كده ما يعرفهاش الا اهلها. يعني الامام احمد بن حنبل ابن عبد الله سالوا عن الراوي قال له ما تقول فيه؟ بس قال سالت ابي عن فلان فقلب كفيه. خلاص وقعته مش زي بعضها كده. خلاص. يسالوا عن واحد تاني ما تقول فيه؟ يقول له كذا وكذا كذا وكذا، مش عايز يتكلم فيه، بس خلاص عرفنا من كذا وكذا ان الراجل ده مش كويس، يا سيء الحفظ، يا دينه تعبان، يا عادته ساقطه، اي نوع من انواع الجرح. خلاص. يسأل ابو حاتم الرازي ما تقول في فلان؟ يقول بين يدي عدل. بين يدي عدل ده جرح ولا توثيق؟ ما يعرفش الا برضه علماء الحديث. كل يحملوه اهل. خلاص. بين يدي عدل دي لو قابلت واحد من كتاب السيناريو يفهمها ازاي ده؟ والله ما يعرف يقرا. زي الواد بتاع التكفير اللي عمال يقرا. يا ابني انت هتقرا الكراسه كلها؟ هو المخ دفتر؟ اقرا حاجه لما وقفك تتناقش فيها. يقول لك ما تقطعش حبل افكار، لازم اقرا الكراسه كلها. يا ابني كشكول 100 ورقه على ما توصل للصحابيه اكون نسيت، هناقشك في ايه؟ يقول لا خلاص تسيبه شويه، ما احنا بنناحب بعض. يقوم يقرا يجيب شويه امثله يقول وعلى هذا فقس. فقس ايه يا ابني؟ احنا في عشرة فراخ. هي اتاريها وعلى هذا فقس، يعني قس على الامثله دي. لسه الشهر الماضي واحد بيناقش واحد فبيقول له ده الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا، اللي هو متبني وجهه نظر يعني. بيقول الشيخ ابو اسحاق بيقول كذا. قال له الشيخ ابو اسحاق انا قريت له كتب. قال له طب قريت له ايه؟ قال له قريت له كتاب اسمه الجزءفيه. قال له ايه الجزءفيه دي؟ قال له هو كتاب مكتوب كده الجزءفيه. فقال له والله يا اخي كتب الشيخ كلها عندي وما اعرفش اي حاجه في المساله دي، هل ممكن تجيب لي كتاب؟ قام جابه. اتاري كتاب عنوانه كالاتي: الجزء فيه من امال ابي عمرو السرقندي. يعني جزء حديثي. العلماء لما كانوا يصنفوا مثلا 100 حديث 200 حديث كانوا يسموه جزء، يسمونه جزءا حديثي. خلاص. فالكتاب عنوانه هذا الجزء فيه احاديث ابي عمرو السرقندي. فالخطاط أم كتب الجزء فيه صدر، ومن أمال أبي عمرو السمرقندي في السطر الوحيد. فصاحبنا قرأ إيه؟ الجزء فيه. والله فيك النقطة الفاصلة كمان مش الجزء الواحد. فتخيل بقى لما يكون إنسان لا يحسن يقرأ، مش عارف يقرأ العنوان، يدخل بقى في الاستدلال والأدلة المحتملة المعنى 2 و3 و4 يروح يبدأ. فالنهارده كل احداث التاريخ لابد من تمحيص، ما يعرفش يدخل في هذا البحر المحيط الا المحدث العالم بالاسانيد. فالنهارده احنا لما بنزيف وقائع وردت لان اسانيدها ضربه، رواها محمد بن حميد الرازي ولا مخنف بن لوط ولا هؤلاء التلفه الهالكين دول، احنا نعرف ان الخبر ده لم يصح بسبب ايه؟ النظر فيه. لكن ده يعرف ايه؟ فيقول لك العنوان نور الشريف يرد على شيوخ الكسد. خلاص شيوخ الكسد. احنا ردينا بالادله العلميه، عندنا علم فردنا به. ده عنده ايه؟ مفيش، ما عندوش حاجه سوى انه ايه؟ قاعد يقرا فقرأ اقتنع.
فلما يكون واحد زي ده ليس مؤهلا اصلا ان ينظر في كتب الشريعة ويبقى له رأي ويتحط، وانا كمان اقعد ارد عليه واقعد يرد على ده وده 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 الكلام ده، متى يصل الحق الى اهله؟ يبقى احنا عايزين كتائب من العلماء، عشان ما بقاش انا الواحد عمال اقتل في جبهه طولها 100 كيلو. اذا جاز ان انا اصطاد عدو هيدخل من هنا، فاللي هيدخل على بعد 3 كيلو هيدخل مني، على ما حصل يكون عدى. فيبقى المفروض يكون بيني وبين كل واحد متر واحد، عشان اذا فلت مني اخويا يصطاد. طب تيجي ازاي دي؟ الا اذا كان هناك شباب محتسب في طلب العلم، بيطلب العلم على اصوله ومضيع شهواته ومنياته ومخليها ورا، عشان الامه دي محتاجه ان يرجع مجدها مره اخرى، ولن يرجع الا بالعلم. العلم ده توحيد مصدر التلقي، وتوحيد مصدر التلقي عايز الصبر. يبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصبر والتقوى، الصبر مش كلمه كده، ده انت هتصبر على جهاد الدعوه وستصبر على جهاد العدو، الاثنين وكلاهما يحتاج الى صبر. والتقوى بقى دي ان شاء الله لها معنى يعني وقت اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.